La radio scolaire سنابل اقرأ. إذاعة سنابل اقرأ المدرسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم حيثما كنتم، وطاب لقاؤنا بحضراتكم. معكم زينب أناضيف. أنتم تتابعون إذاعة المدرسية راديو سنابل اقرأ من استوديو مجموعة مدارس سنابل اقرأ الخصوصية بخريبكا. بسم الله الكريم المنان، وفقنا لطلب العلم والعرفان، وهيأ لنا به الطريق إلى الجنان. وإن حالنا مع الدراسة متابعين الكرام كحال الفلاح مع أرضه، فهو يبدأ باستصلاح الأرض وإزالة ما بها من حشائش وأعشاب، ثم يحرثها وينثر البذور على تربتها، ولا يزال يتعهدها بالسقي والتنقيط والحماية حتى يستوي الزرع على سوقه. وحينئذ يفرح الفلاح بنتائج كده واجتهاده. فكذلك حالنا مع الدراسة متابعين الأعزاء، من جد وثابر ورعى وصابر جنى من المحاصل ما تقر به عينه ويفرح له أهله ومدرسوه. وقديما قيل من جد وجد ومن زرع حصد. وها قد دنا موسم الحصاد واقتربت الامتحانات، ولهذا خصصنا هذه الحلقة الإذاعية للحديث عن محطة الامتحانات، وجعلنا محور كلامنا كيف نواجه مخاوف الامتحان ونعد له عدة من يعز عنده ولا يهان. فإليك الكلمة ضحى. شكرا لك زينب. كلمة الامتحان تحدث في النفوس نوعا من التوتر، قد يتحول أحيانا إلى خوف ورهبة، خاصة إذا لم يجد التلميذ السند والموجه الرشيد الذي يأخذ بيده حتى يجتاز ظروف الامتحانات وأيامها بسلام ونجاح. وأقول لكل مترشح للامتحانات الإشهادية إن بعد القلق من الامتحان والخوف منه يعد حالة نفسية طبيعية، بل سيدفعك إلى المذاكرة أكثر وبذل جهد أكبر في تحصيل المعلومات ومعالجة الكثير من أسئلة الاختبارات وتمارينها. وأول ما أنصحك به الاستعانة بالله تعالى على هذا الأمر، ودع عنك كلمة سوف، فإنها سبب لفشل الناجحين. خلص نفسك من الأفكار السلبية ومن كل الشواغل الثانوية، وركز جيدا على دروسك وتمارينك، ونظم أوقاتك. لا تحرم جسمك من الراحة والأكل والنوم، واحرص جيدا على فترات من الراحة. تجنب السهر وكثرة الإرهاق فإنهما مضران، وحاول أن تنتظم على المراجعة في الساعات الأولى من الصباح. كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان لهم ركابا. ويحضر معنا في الاستوديو الطالب كنز الدين المفتوح. مرحبا، قدم لنا نفسك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنز الدين المفتوح، طالب الأقسام التحضيرية والمدارس العليا بمدينة خريبكا، مواليد خريبكا سنة 2004 كذلك، حاصل على بكالوريا شهادة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية بميزة حسنة جدا. حدثنا عن تجربتك في امتحانات البكالوريا، كيف كانت نفسيتك وأنت تستعد للامتحانات؟ وهل كان لديك برنامج محدد خلال تلك المرحلة؟ بالنسبة لامتحانات البكالوريا أظن بأن أي واحد داز من هذه المرحلة لابد غيكون داز واحد النفسية متقلبة، ضروري شوية الخلعة شوية الضحك، هذاك شي حاجة عادية، ولكن هذا لا يؤثر إذا كنتي زعما خدمتي كتخدم كتوجد كدير الأسباب اللي عليك، واللي هو بزاف الأسباب. مثلا اولا النصيحه زعما اللي كننصح بها هي الفياق بكري، زعما عنده واحد الدور كبير كتنفعك بزاف، ولا كل واحد وشوف واش كيبغي يخدم في النهار ولا في الليل. بالنسبه لي كنخدم في النهار في الصباح بكري، من الاحسن تفيق بكري، كتكون الهدوء، كتخدم مرتاح، هذا سبب. ثانيا هو مثلا الواحد يقلل من السهر، ان السهر مضر لا بالصحه ولا كلشي، ما عنده حتى فائده
الا اللي مثلا سواء الانسان كيكون كيعجبو حتى يخدم في الليل، كيقدرش يخدم في الصباح ما كيقدرش يفيق بكري، هذاك حاله خاصه. السبب الثالث هو انك تحيد منك الخلعه. ان الخلعه هي لابد منها ضروري، فاش كتكون غدوز الباك راه كتكون دزتي من الخلعه، هذه حاجه ضروريه. الا اللي واحد ما عندوش ما مسوقش ما عندوش مشكل، هذاك ما يتخلعش بطبيعه الحال. الخلعه كما قلت راه ملي كتكون خدام راه كتحيد الخلعه ضروري. شويه الخلعه كتكون ضروريه، واخا ما عرفتش ندير من الاسباب ضروري الخلعه غتكون عندك شويه نهار الباك ولا كتوجد كتبقى تقول عندك ما نجيبش مزيان ولا هذا، ولكن نهار كتعرف راسك بلي راه خدمتي ضابط الدروس ديالك، ضابط الكور، ضابط لي زيكزارسيس، ضابط داكشي كامل خادم بزاف، راه تكون مرتاح، راه تقول اشنو بغاو يعطيوك كاع زائد على داكشي. نصيحتك للتلاميذ والتلميذات المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا سواء في السنة الأولى أو الثانية؟ أول نصيحة اللي كتبان لي مهمة بزاف، الناس اللي غادي قراب يدوزو كما قلت هي يحضروا من ولاد خاك. مثلا ليكزومبل نهار كنت نهار الليلة ديال الوطني جات عندي واحدة في الليل، حلات الباب وهي تلقاني كنقرا الرومون ديالي كيعجبني، لقيت لي كيقرا نسبيا مرتاح. هذا من فضل الله عز وجل، ماشي كدير شي حاجه، من فضل الله انه يحيد منك هذيك الخلعه. كاين كتكون درتي لها شويه الاسباب كما قلت في السؤال اللي قبل. دونك النصيحه هي يحيدوا من الخلعه، ودابا راه اصلا ما بقاش لهم بزاف، ولكن المهم هو الماكسيموم ديال الخدمه. خدمه الماكس، راه خدمتي مثلا انت خادم 300 اكزرسيس في هذا الكور، اشنو زعما ممكن يزيدوك من مورا ديك 300 اكزرسيس؟ حتى هذا 100% غيطيحوا. هادشي كيتعاود بزاف، يعني ماشي شي مثلا غدوز شي كونكور بعيد مور الباك، راه داكشي كيبقى يتعاود. كنشوفوا اصلا الوطنيات كاملين كيتعاودوا، ولا حتى مازال الريجيونال نقدروا نقولوا كيبدلوا المواضيع، وتا هما كيكونوا عندهم واحد الشون كيكون كيجمعهم كاملين. توكل على مولانا ولا تتواكل، لان التوكل على الله عز وجل يساوي الاخذ بالاسباب زائد التوكل. قال لك اعقلها وتوكل. اما التوكل راه بحال الحديث ديال يتمنون على الله الاماني. راه حتى والمهم القضيه الثانيه هي الكور. حنا مثلا العام اللي فات الاستاذ الماط، استاذ الربوع الله يجزيه بخير، كان كيقول لنا واحد العنصر مهم كيبقى يركز عليه كل نهار تقريبا كيذكروه، هو الكور. ضبط الكور، كيبقى يقول لنا الكور. ضبط الكور، دوز ديك الساعات لي زيكزارسيس، دوز الخدمه. ملي كتضبط الكور كتكون بحال اللي حيدت عليك الساس. مثلا بغيت تبني واحد الدار، حيدتي الساس، ما تبداش من الحيوط، راه بنيتي ولا ما بنيتيش الدار راه غادي تطلع. دونك الكور هو الاساس. واحد القضيه الثالثه كان كيقول لنا الاستاذ الملالي بان الباك، تخيل واحد الحيط قصير فيه نص متر ولا، كانت كتجينا غريبه. حنا قرينا 12 عام غدوز الباك، وتخيل واحد قصير هذاك راه كيبان لنا حنا فيه 6 متر، ولكن ملي كدوز الباك كتشوف داكشي اللي موراه شنو جاي موراه، وملي كتدخل في هذاكشي اللي موراه نيت كتعرف بلي هذاك الباك ماشي غير فيه نص متر، راه كيبان ما كيبقاش يبان لك الباك اصلا، بحال اللي ما دوزتيش ما عمرك كاع دزتي. المهم توكلوا على مولانا ونديروا الاسباب اللي علينا، وربي كيكمل. الله ييسر لكم جميعا. شكرا للطالب كنز الدين مفتوح لحضوره في هذه الحلقة. إذاعة سنابل الإقرأ المدرسي. والآن مع نشرة الأخبار تقدمها لنا الزميلة هديل البصري. أنجزت مؤسستنا مجموعة مدارس سنابل اقرأ أنشطة تربوية متنوعة خلال الأيام الماضية، تضمنت ما يلي: المباراة النهائية لدور سنابل اقرأ لكرة الطاولة، رحلة ترفيهية إلى الضيعة النموذجية فوية دو بليزانس بنواحي سيدي العيدي لفائدة التلاميذ والتلميذات المستويين الأول والثاني ابتدائي، حيث قضوا يوما ممتعا ومفيدا بين أحضان هذه المزرعة ومكوناتها الجميلة من أشجار وطيور وماشية. نشاط رياضي ترفيهي خارجي لفائدة التلاميذ وتلميذات المستوى الخامس ابتدائي، رحلة ترفيهية إلى مدينة جديدة استفاد منها تلاميذ وتلميذات السلك الإعدادي. وفي إطار الأنشطة المندمجة قام الأستاذ مماد بإنجاز درس تطبيقي عن كيفية صناعة محتوى إعلامي لإذاعة مدرسية نموذجا بمساعدة أستاذ جبور والتقنيين رشاحي والضياف، وذلك في قاعة الإعلاميات واستوديو راديو سنابل اقرأ. كما استقبلنا يوم الأربعاء الأخير الدكتور طارق أحمد البكري الأديب القصاص، وأجرينا معه لقاء حواريا ضمن برنامج ضيف وحوار الذي سيبث قريبا إن شاء الله.
وفي الختام أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يكلل مساعينا جميعا بالنجاح. كان معكم في هذه الحلقة زينب أناضيف، رفقة ضحى النجيمي وهديل البصري. إلى اللقاء. إذاعة سنابل الإقرأ.